ومن بين آلاف الشخصيات الغامضة ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم 4 رجال غامضين لم يروي التاريخ عنهم الكثير، ونحن نفتح صفحات التاريخ ونروي لكم قصص الرجال ال4. أولهم ذو القرنين عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فذو القرنين عليه السلام هو ملك صالح مؤمن بالله عز وجل، مكن الله تبارك وتعالى له في الأرض وقوى ملكه ويسر له فتوحاته. وبدأ ذو القرنين وجيشه في محاربة أهل الضلال والشرك، فاتجه غربا حتى وصل إلى المكان الذي تبدو فيه الشمس كأنها تغيب من ورائه، وكان يظن الناس ألا يابس وراء هذا المكان، وكان أهل هذه المنطقة كفارا. فألهم الله عز وجل ذا القرنين عليه السلام أنه مالك أمر هؤلاء القوم، فإما أن يعذبهم وإما أن يحسن إليهم. فما كان من الملك الصالح ذي القرنين عليه السلام إلا أن وضع منهجه في الحكم، فأعلن أنه سيعاقب المعتدين الظالمين في الدنيا، ثم حسابهم على الله عز وجل يوم القيامة. أما من آمن بالله عز وجل من الناس فسيكرمه ذو القرنين عليه السلام ويحسن إليه. وبعد أن انتهى ذو القرنين عليه السلام من أمر الغرب توجه إلى الشرق، فوصل إلى أول منطقة تطلع عليها الشمس، وكانت أرضا مكشوفة لا أشجار فيها ولا مرتفعات تحجب الشمس عن أهلها، فحكم ذو القرنين في المشرق بنفس حكمه في المغرب، ثم انطلق حتى وصل إلى قوم يعيشون بين سدين أو جبلين بينهما فجوة لا يكاد هؤلاء الناس يفقهون قولا، وكانوا يتحدثون بلغتهم التي يصعب فهمها. وعندما وجد هؤلاء القوم ملكا قويا مثل ذي القرنين عليه السلام اشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من بني آدم. طلب هؤلاء القوم من ذي القرنين أن يبني لهم سدا منيعا لهذه الفجوة مقابل المال، على أن يحميهم من يأجوج ومأجوج. فطلب ذو القرنين عليه السلام منهم أن يعينوه بقوتهم وأن يأتوه بالحديد والنحاس. وتم جمع قطع الحديد ووضعها في الفتحة حتى تساوى الركام مع قمتي الجبلين، ثم أوقد النار على الحديد وسكب عليه نحاسا مذابا ليلتحم وتشتد صلابته، فسدت الفجوة بين الجبلين وانقطع الطريق على يأجوج ومأجوج، فلم يتمكن يأجوج ومأجوج من هدم السد ولا تسوره، فأمن القوم الضعفاء من شر يأجوج ومأجوج. وبعد أن انتهى ذو القرنين من هذا العمل الجبار نظر للسد وحمد الله عز وجل على نعمته. ويأجوج ومأجوج من البشر، وهم من ذرية يافث بن نوح أبي الترك. قيل إنهم يشبهون أبناء جنسهم من الترك المغول صغار العيون، ذلف الأنوف، صهب الشعور، عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة، على أشكال الترك وألوانهم، وهم من كل حدب ينسلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وإنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته 1000 فصاعدا. وللأمانة مشاهدين لم نقف على هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة أو ضعفا. قيل إنهم رجال أقوياء لا طاقة لأحد بقتالهم، وهذا السد موجود إلى أن يأتي الوقت المحدد لدكه بإذن الله عز وجل وخروج يأجوج ومأجوج، وذلك عند اقتراب الساعة. والرجل الثاني وهو الخضر عليه السلام. لم يأتي في القرآن الكريم على وجه الحقيقة والدقة ما صفة هذا العبد الصالح، هل هو نبي أو رسول أو عالم أو ولي. فحين قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل يدعوهم إلى الله عز وجل ويحدثهم عن الحق،
ويبدو أن حديث موسى عليه السلام جاء جامعا مانعا رائعا، فبعد أن انتهى من خطابه سأله أحد المستمعين من بني إسرائيل: هل على وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال موسى عليه السلام مندفعا: لا. فعاتب الله عز وجل موسى وبعث إليه جبريل عليه السلام يسأله: يا موسى، ما يدريك أين يضع الله عز وجل علمه؟ فأدرك موسى عليه السلام أنه تسرع في الإجابة، وعاد جبريل عليه السلام يقول له: إن لله عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. تاقت نفس موسى عليه السلام إلى زيادة العلم، وانعقدت نيته على الرحيل لمصاحبة هذا العبد العالم برحمة الله وعلمه، فهو يصر ويصمم على لقاء الخضر مهما تكن المشقة ومهما يمر عليه الزمن، حتى لو اضطره الأمر إلى أن يسير أعواما وأعواما. فسأل موسى كيف يصل إلى هذا العبد الصالح، فأمر أن يرحل وأن يحمل معه حوتا في مكتل، أي سمكة في سلة، وفي المكان الذي تعود فيه الحياة إلى هذا الحوت وهذه السمكة ويتسرب في البحر سيجد موسى عليه السلام العبد الصالح. فانطلق موسى ومعه فتاه وهو يوشع بن نون عليه السلام، وقد حمل الفتى حوتا في سلة، وانطلقا معا موسى ويوشع بحثا عن العبد الصالح العالم. ووصل موسى وفتاه إلى صخرة بجوار البحر، ورقد موسى واستسلم للنعاس، وبقي الفتى ساهرا. وألقت الرياح إحدى الأمواج على الشاطئ، فأصاب الحوت رذاذ الماء فدبت فيه الحياة وقفز إلى البحر. وكانت هذه علامة مكان الرجل الحكيم العالم الذي جاء موسى عليه السلام ليتعلم منه. نهض موسى عليه السلام من نومه فلم يلحظ أن الحوت تسرب إلى البحر، ونسي فتاه يوشع أن يخبره بما حدث للحوت، فسار موسى مع فتاه. ثم تذكر موسى غداءه وحل عليه التعب، قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فتذكر الفتى أمر الحوت، وأخبر موسى بما وقع، واعتذر إليه بأن الشيطان أنساه، فقد اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا. كان أمرا عجيبا رآه يوشع بن نون عليه السلام. لقد رأى بنفسه الحوت يشق الماء وكأنه طير يتلوى على الرمال. فرح موسى عليه السلام وقال: هذا ما كنا نريده بالضبط، فهذا هو مكان الرجل العالم. عاد موسى وفتاه عليهما السلام إلى مكان الحوت، وهناك وجد رجلا. قال البخاري رحمه الله: إن موسى وفتاه وجد الخضر مسجى بثوبه، وقد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه، فسلم عليه موسى عليه السلام، فكشف الخضر عليه السلام عن وجهه وقال: هل بأرضك سلام؟ من أنت؟ قال موسى عليه السلام: أنا موسى. قال الخضر عليه السلام: موسى بني إسرائيل؟ عليك السلام يا نبي بني إسرائيل. قال موسى عليه السلام: وما أدراك بي؟ قال الخضر عليه السلام: الذي أدراك بي ودلك علي. ماذا تريد يا موسى؟ قال موسى عليه السلام ملاطفا مبالغا في التوقير: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الخضر عليه السلام: أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى، إنك لن تستطيع معي صبرا، إن علمي أنت تجهله ولن تطيق عليه صبرا، فظواهر علمي لن تشفي قلبك ولن تعطيك تفسيرا، وربما رأيت في تصرفاتي ما لا تفهم له سببا وما لا تدري له علة، فلن تصبر على ذلك يا موسى. قال له موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام: إن هناك شرطا لقبول أن يصاحبه ويتعلم منه، وهو ألا يسأل موسى عليه السلام الخضر عليه السلام عن شيء حتى يحدثه الخضر هو عنه بنفسه. فوافق موسى عليه السلام على ذلك، وانطلقا معا يمشيان على ساحل البحر. مرت سفينة، فطلب الخضر وموسى عليهما السلام من أصحابها أن يحملوهما معهم،
وعرف أصحاب السفينة الخضر عليه السلام فحملوه وحملوا موسى دون أجر إكراما للخضر. وفوجئ موسى عليه السلام حين رست السفينة وغادرها أصحابها بأن الخضر عليه السلام بدأ في خرق السفينة، فاقتلع لوحا من ألواحها وألقاه في البحر، فاستنكر عليه موسى عليه السلام فعلة الخضر وقال: لقد حملنا أصحاب السفينة بغير أجر وأكرمونا، وها أنت تخرق سفينتهم وتفسدها؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. فنظر الخضر إلى موسى عليهما السلام قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فاعتذر له موسى عليه السلام بالنسيان، ويرجوه ألا يؤاخذه وألا يرهقه من أمره عسرا. وسارا معا حتى مر على حديقة يلعب فيها الصبيان، حتى إذا تعبوا من اللعب انتحى كل واحد منهم ناحية واستسلم للنعاس. فوجئ موسى عليه السلام بأن العبد الرباني يقتل غلاما، ويثور موسى حينها عليه السلام سائلا عن الجريمة التي ارتكبها هذا الصبي، كيف يقتل هذا الغلام هكذا؟ فيعاود العبد العالم الخضر عليه السلام تذكير موسى عليه السلام بأنه قد أفهمه أنه لن يستطيع معه صبرا، ويعتذر موسى ثانية بأنه نسي ولن يعاود الأسئلة، وإذا سأله مرة أخرى سيكون من حقه أن يفارقه. ومضى موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، فدخل معا قرية بخيلة يبيتان فيها، وموسى لا يعرف السبب، ونفد منهما الطعام، فاستطعما أهل القرية فأبوا أن يضيفوهما، وحل عليهما المساء، وأوى الاثنان إلى جدار كاد الجدار أن يسقط. وفوجئ موسى عليه السلام بأن الرجل العابد ينهض ليقضي الليل كله في إصلاح الجدار وبنائه من جديد، فاندهش موسى عليه السلام من فعل الخضر. إن القرية بخيلة لا يستحق من فيها هذا العمل المجاني. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فانتهى الأمر بهذه العبارة. قال عبد الله الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام: هذا فراق بيني وبينك يا موسى، إن علمك محدود. إن أصحاب السفينة كان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل السفن الموجودة غصبا عن أصحابها، ويترك السفينة المعيبة، فأردت أن أعيب سفينتهم لتبقى مصدرا لرزقهم فلا يموتون جوعا. أما الطفل المقتول فموته رحمة لوالديه، فكان في كبره سيرهقهم طغيانا وكفرا، وإن الله عز وجل سيعطيهما بدلا منه غلاما مؤمنا بارا يرعاهما في كبرهما. وأما الجدار الذي أتعبت نفسي بإقامته من غير أجر، كان يخبأ تحته كنز لغلامين يتيمين ضعيفين في المدينة، وكان أبوهما صالحا مؤمنا، ولو ترك الجدار وسقط لظهر من تحته الكنز ولا أخذه الناس. فأردت يا موسى أن أحفظ لهما كنزهما بإذن الله عز وجل. فالقصة تتعلق بعلم ليس كعلمنا، وليس كعلم الأنبياء القائم على الوحي، إنما علم من طبيعة خاصة أشد الخصوص على علم القدر الأعلى. واختفى الخضر عليه السلام هذا العبد الصالح، ولا يعلم مكانه أين ذهب وكيف اختفى. قال عنه العلماء: قد يكون الخضر نبيا أو وليا من أولياء الله الصالحين، والله أعلم. وقد نسجت الأساطير نفسها حول حياته ووجوده. قيل إن الخضر عليه السلام ما يزال حيا إلى يوم القيامة، وهذا لم يثبت بدليل صحيح، بل إن الراجح عكس ذلك، والله أعلم. أما الرجل الثالث فهو السامري. وشاء الله تعالى أن يلتقي موسى عليه السلام بهذا السامري، وأن يلتقي السامري بموسى عليه السلام. والسامري رجل آخر من الرجال الغامضين، وهو شخص شغل العديد من الباحثين والمؤرخين في البحث عنه وعن حقيقته. قالوا: هل السامري هو المسيح الدجال؟ يذكر الله تعالى ما كان من أمر بني إسرائيل حين ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه عز وجل، فمكث على الطور يناجي ربه تبارك وتعالى،
ويسأله عن أشياء كثيرة والله تعالى يجيبه عنها. وفي هذه الفترة في غياب موسى عليه السلام وحضور هارون عليه السلام عمد رجل من بني إسرائيل يقال له السامري، فأخذ من بني إسرائيل ما كان معهم من الحلي والذهب الذي أخذوه من أهل مصر حين فروا من فرعون، وصنع لهم السامري من هذا الذهب والحلي عجلا وألقى فيه قبضة من التراب، ذلك التراب الذي أخذه من أثر فرس جبريل عليه السلام حين رآه السامري يوم أغرق الله عز وجل الفرعون. فلما ألقى السامري هذا الأثر في الذهب خار الصنم كما يخور العجل الحقيقي، وقيل بل كانت الريح إذا دخلت من دبره خرجت من فمه فيخور كما تخور البقرة، فيرقص بنو إسرائيل حوله ويفرحون. فقال لهم السامري كذبا وبهتانا وزورا وإثما: هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى ربه عندنا. وهذا كذب وافتراء وزور وكفر بالله عز وجل، وهو قول على الله تبارك وتعالى بغير علم. ادعى أن موسى عليه السلام ذهب يطلب ربه ويناجيه وهو هاهنا عندنا. تعالى الله عز وجل عما قال السامري علوا كبيرا. وإن بني إسرائيل مع السامري ظلموا أنفسهم، وإن أكثرهم لعالمون ببطلان ما هم عليه من الجهل والضلال. ودليل ذلك أن هارون عليه السلام قال لهم: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني يا قوم وأطيعوا أمري، لكنهم أبوا إلا الشرك بالله عز وجل وعبادة العجل. قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أخبر الله عز وجل موسى عليه السلام بما فعل السامري وبنو إسرائيل من بعده وبأمر عبادتهم للعجل، فرجع موسى عليه السلام إليهم ورأى ما هم عليه من الضلال والكفر والشرك. ومع موسى عليه السلام الألواح المتضمنة التوراة، فألقاها موسى عليه السلام وهو غاضب، يقال إنه كسرها حين عاين ما عاين ورأى عبادتهم للعجل وهو غير مدرك لما يفعل من إلقائه لألواح التوراة. ثم أقبل عليهم فعنفهم ووبخهم في صنيعهم هذا القبيح، فاعتذروا إليه. قالوا: إنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. ثم أقبل موسى عليه السلام على أخيه هارون عليه السلام قائلا له معاتبا: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ يا هارون، لما رأيت ما صنع بنو إسرائيل بعدي ألا اتبعتني فأعلمتني وأخبرتني بما فعلوا؟ فقال هارون عليه السلام: يا موسى، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وتقول لي: كيف تركتهم يا هارون وجئتني، وأنت يا موسى قد استخلفتني في بني إسرائيل فلزمتهم، وإني قد نهيتهم عن هذا الصنيع الفظيع أشد النهي يا موسى، وقلت لهم: يا قوم، إن الله عز وجل جعل هذا العجل يخور فتنة واختبارا لكم وامتحانا، وإن ربكم الرحمن لا هذا العجل، فاتبعوني يا قومي فيما أقول لكم وأطيعوا أمري، فإني مرشد لكم وناصح لكم. ثم أقبل موسى عليه السلام على السامري قال: فما خطبك يا سامري؟ وما حملك يا سامري على ما صنعت من الضلال والشرك بالله عز وجل؟ فرد السامري قائلا: قال: بصرت بما لم يبصروا به، أي بما لم يبصر به القوم، إذ رأيت جبريل وهو راكب فرسا يوم أغرق الله الفرعون، فقبضت قبضة من أثر فرس جبريل، فكلما وطئت الفرس بحوافرها على موضع اخضر وأعشب فأخذت من أثر حافرها وألقيتها على هذا العجل. فدعا موسى على السامري قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أو كأن هذا خبر من الله عز وجل، إخبار من الله تعالى لموسى وعقاب يبلغه للسامري.
فلا تمس يا سامري أحدا عقابا لك، لأنك مسست وأخذت ما لم يكن لك مسه، وهذا عقاب لك في الدنيا. ثم توعده في الأخرى، فعمد موسى عليه السلام إلى هذا العجل فحرقه بالنار ثم ألقاه في البحر، لكن لم يقبل الله عز وجل توبة عابد العجل إلا بالقتل. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.